نرجعوا عاوتاني المواضيع اللي كنا فتحناهم من قبل. الله يجزيك بخير. الموضوع ديال مرض القلوب، واليوم نبغيو نتكلموا على الحسد، الانواع ديالو. نعم. وهو فاشي بالامه بواحد الشكل كبير بزاف. واشنو الوقايه منه وشنو اللي كيترتب عليه؟ شوف خي سعيد، بالنسبه للحسد في المجتمع هذا من اخطر امراض القلوب. احنا هضرنا على القلوب بصفه عامه، وان الامراض ديالها خطيره، وانه الا ما عالج الانسان نفسه من مرض القلب اللي فيه بزاف ديال الانواع صعيب عليه باش انه يمشي في الطريق الى الله عز وجل. من بين هذه الامراض كما ذكرتي الاخ سعيد مرض الحسد. والحسد اول معصيه عصي الله عز وجل بها. سبحان الله. اول معصيه عصي ربنا سبحانه وتعالى بها هي الحسد. كيفاش؟ ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الملائكة، لما خلق آدم عليه السلام، أمر الملائكة أن يسجدوا له. وكان من بين الملائكة إبليس، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لماذا؟ لأنه أبى أن يسجد لآدم. لماذا؟ لأنه استكبر واستنكف حسدا. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ليس هذا حسد؟ أول معصية عصي ربنا سبحانه وتعالى بها هي معصية الحسد. الذي حمل إبليس على أنه يقول هذيك الهضرة هو أنه حسده، شاف جمال الصورة، كيف أن الله عز وجل خلقه من طين ونفخ فيه من روحه، فقال أنا خير منه. هذا هو الحسد. والحسد أخي سعيد نوعان. الحسد الأول هو يعني مجموعه هو أن يريد الحاسد زوال النعمة من المحسود وانتقالها له. والأمر الثاني هو أقبح على الإطلاق، أقبح أنواع الحسد، هو أن يريد زوال النعمة من الآخر فقط وتفرح هو وترتاح وتولي بخير. شتي فين كاين الإشكال؟ الأول هو أن يريد زوال النعمة. شي واحد مثلا الحاسد المريض، مريض القلب بالحسد، تيشوف شي واحد عنده شي سيارة فارهة ما شاء الله، سيارة أو أي شيء، احنا نعطيوها يعني مثال. تيشوف عنده سيارة جميلة، المؤمن ماذا يقول؟ تبارك الرحمن، نسأل الله تعالى أن يزيده، أن يبارك له. الحاسد صاحب هذا المرض الخبيث ماذا يقول؟ يريد أن تزول تلك النعمة من ذلك المحسود وتعود إليه. فيفرح بذلك. ماشي تيقول أنا بغيت تكون عندي سيارة، أو لا أنا ما شاء الله تبارك الرحمن يا ربي ترزقنا تحنا مرزقنا مما رزقنا. أيه لا، تبغيها تحيد من عنده، ما تبقاش عنده، وتصير عند الحاسد. والنوع الثاني وهذا أخطرها على الإطلاق هو أن يريد زوال تلك النعمة منه فقط. المهم غير ما تبقاش عنده. شتي هذا قبح من الأول. فهمتي يا أخويا سعيد؟ الأول يريدها لنفسه، يريدها شوية يعني أخف الضرر. أما هذا ما بغاهاش الهدف اللي هو. نعم، المهم ما تبقاش عنده. المهم الآخر يبان له ما عنده حتى شي حاجة ويولي على الحصير. وقلتي واحد الكلمة اللي غيكون فرحان نعم، هذا هو السر. لا إله. أنه ملي كيشوف زوال النعمة من الآخر تيفرح وترتاح. شتي على قبح كي داير في هذا المرض هذا. فلذلك قال لك الحاسد علاش هو مريض؟
هو من أشد الناس مرضا في هذا المجتمع، لأنه يعني عكس المؤمن الطيب الطاهر طيب القلب الذي تحدثنا عنه. هذاك تيدعي معك بالبركة وبالتيسير وكيبغيك تزيد لقدام. علاش النبي عليه الصلاة والسلام قال لك منين تشوف شي حاجة زوينة عند شي واحد قل تبارك الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. يعني تدعي له بالبركة وبالتيسير وتتبغي من قلبك، وخا انت ما تتعرفوش. المؤمن طيب القلب، وخا انت ما تتعرفش الاخر تقول له اللهم بارك ما شاء الله، الله يبارك لي، الله يزيده. شفتي كيفاش الفرق فين كاين اخويا؟ هذا هو سبحان الله العظيم. انا كنقول واحد القضيه اخرى خويا مهدي، تنقول هذا الحاسد ما تيكونش هو معذب اكثر ما فعله هذا بطبيعه الحال تيكون معذب. هو يحترق. شتي الحاسد يحترق مع نفسه. لا قال لك الحسد إن لم يجد نار الحسد إن لم تجد ما تأكل أكلت صاحبها. هو بوحديته أصلا مريض. نعم. قاتل الله الحسد ما عدله. نعم ما بدأ بصاحبه فقتله. نعم، يعني بدأ بصاحبه فأنهكه لأنه كيبقى مريض. تصور معي أنه يعيش ولا يحب أن يرى الناس بخير. كاين شي مرض هو أقبح من هذا المرض أخي؟ ولكن مع ذلك أخي مهدي واش كاين شي علاج ولا لا يا أخي الكريم؟ شوف العلاج أخي سعيد في خطوات يسيرة. أولا في خطوات يسيرة جدا لمن يسرها الله عليه. أولا أن يعلم أن هذه الدنيا زائلة. يا الله يا الله، هذه الدنيا كلها زائلة. شوف كيفاش وصفها ربنا سبحانه وتعالى، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. الكفار هنا المراد بهم الزراع، ماشي الكفار، مراد بهم الزراع في هذه الآية. سبحان الله العظيم. نعم الكفار هم الزراع. نعم هم الزراع لأنهم يكفرون أو لا يكفرون الأرض، تحرثوها وتقلبوها ياك ويهيج فيها الماء. فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه الدنيا. أول شيء أن يعلم أن هذه الدنيا زائلة. فلماذا الحسد؟ لماذا الحسد؟ وانت إلى زوال، وانت إلى فناء، وإنما مثلك كمثل رجل استظل بظل شجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فتركها. ولكن هو أخويا مهدي راه مرض، راه صعب أن الإنسان مثلا يتغلب على نفسه ويقهر هذه النفس اللي كترشدوا لهذا الباب ديال الحسد بدون شك أخي سعيد. أولا كما قلت لك يعلم أن هذه الدنيا زائلة. الأمر الثاني أن يقرأ من سير السلف الصالحين الذين كانوا يحبون الخير لبعضهم الآخر. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته ودخلوا المدينة، كيفاش كان تعامل الأنصار مع المهاجرين؟ واش ما كانش الراجل كيقول له أنت ما عندكش دار أجي نقسم معك داري؟ شوف يعني قمة الإيثار. كيف كانت القلوب؟ كيف كانت القلوب. يعني ما لا يتعلق بشيء من أمور الدنيا هو يرى صاحبه يحتاج إليه. يعني طهرت قلوبهم أخي. حتى العون ديال الله عز وجل راه مع الإنسان اللي كيبغي يعاون خوته. نعم بدون شك. إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهنا تذكر مسألة مهمة جدا أخي سعيد في هذا السياق، وهي أن الحسد عندما يستشري في البدن ويعني يصير صاحبه وكأنه قدر من النار تغلي في صدره، يؤثر ذلك على المحسود من باب العين. لأن العائن في الغالب يكون حسودا. الذي يصيب الناس بالعين لأنه لا يذكر الله عز وجل. ممكن أخلص تعاود هذه الكلمات. نعم في الغالب العائن الذي يصيب بالناس بالعين في الغالب العائن هو اللي كيعين الناس. نعم في الغالب يكون حسودا. هو ممكن أنه يكون عائن ليس بحسود، ولكن في غالب الأحيان يكون حسودا. علاش؟ لأنه يرى الشيء الطيب عند المؤمن فيحسده ويصيبه به. فلذلك نرى الناس الآن كثير منهم جدا يعاني من الأمراض ويعاني من الأسقام وهو لا يعلم من ماذا. في الغالب
النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. العين خطيرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن أخي الإنسان يبرك ويدعو بالبركة وبالتيسير للآخرين. كاين شي أذكار هكا أخي ممكن شي أذكار هو شوف، أنا نقول لك واحد القضية. الإنسان إذا أراد أن يحفظ نفسه بحفظ الله تبارك وتعالى من العين، عليه أن يلزم أذكار الصباح والمساء. يصلي الصبح يدير الأذكار ديالو ديال الصباح، يصلي العصر أو المغرب يدير الأذكار ديالو ديال المساء، وورده من القرآن، وبإذن الله تعالى لا يصيبه شيء. بارك الله فيك اخويا مهدي. امين. بخير، شكرا بزاف. الله يحفظكم اخويا. وهاد الدردشه هادي راه لا اله الا الله يجازيك بخير. بارك الله فيك وكتب الله وجهك في الميزان. امين امين امين. حياك الله.